أيثما أثيستماتين. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, assalamu alaikum. À tous ceux qui meurent sur les routes, c'est-à-dire 5500 selon Monsieur Zarbota. Bon, les blessés, c'est à vous de voir. N'empêche que votre nombre, 50 000, ça peut nous aider. Je vous laisse le choix. À tous ceux qui se suicident, ceux qui meurent noyés ou haraga, à ceux qui meurent dans les montagnes. Oui, oui, même toi qui fais ta randonnée en montagne, t'es concerné. Hé, anta, toi qui rigoles, ne rigole plus. Écoute ça. Au-dessus, c'est le soleil. ليست يعني في انقلاب في المنطقة كلها. إذا الثورات العربية هذه في الحقيقة أطلقت سراح الشعوب المكظومة والمكتومة والمخنوقة، أطلقت سراح هذا الشباب اللي ظل لعشرات السنين وهو تحت الفردة، تحت الصباط، تحت القهر نتاع العسكر ونتاع الاستبداد ونتاع الإجرام في مصر وفي تونس وفي ليبيا والآن في سوريا واليمن، ستتجه الأمور إلى الجزائر والمغرب والسعودية وموريتانيا وغيرها. ستنتصر، هذه حركة التاريخ، ستنتصر كل الشعوب على مستبديها، على سجانيها، على معذبيها، على ناهبيها، ستنتصر في نهاية المطاف. بالتأكيد لها ثمن، بالتأكيد لها، لكن الثمن اللي يدفع من أجل الحرية ومن أجل استرجاع الكرامة واسترجاع العزة واسترجاع الرزق واسترجاع المال واسترجاع الحق في العيش في وطن بكرامة وبأمان وبسلام، هذا حقيقة ثمن مهما قل. يعني الشعب الليبي الآن دفع 30,000، لكن صدقوني 6 ملايين الليبيين راح يعيشوا مهما كانت الخلافات بيناتهم، راح يعيشوا على الأقل في حد أدنى من نوع من الكرامة، من الحرية، أن تبدي رأيك، أن لا تختطف، أن لا تعذب، أن لا. هذا هو الذي سيتم في نهاية. إذن إخواني، لمن يشكك في هذه الثورات ولمن يعتبر أن اليهود وراءها، هذه ضربة، هذه صفعة في الوجه عليهم. هذا كما نقولوا عندنا بالجزائرية كف، لعلهم يفتنوا، خاصة البسطاء اللي مساكن مرات يتم استهبالهم، كما الآن في الجزائر هذه الأيام يتم القول بأن هذه الثورات هي فتنة وهي ضد تقسيم الجزائر. الجزائر أسيرة، الجزائر تحكم فيها مجموعة من العصابات تاع عسكر وتاع بعض المدنيين المرتبطين بهم، نهبوا البلاد كلها. الجزائر بنائها يهربوا في القوارب ويموت جزء منهم في البحر، والجزء واحد اخر يتسجن في اسبانيا وفي ايطاليا ولا يتيه في اوروبا، وجزء واحد اخر يطلع للجبل يفجر روحه ويفجر اخرين معاه، وجزء واحد اخر ينتحر، وجزء يروح للمخدرات، وجزء يروح مانيش عارف وين، وجزء يموت بالغمه، وجزء. الجزائر هذه هي. يعني وش يكون اسوأ؟ وش يكون اسوأ؟ لكن بطبيعه الحال البروباغندا نتاع الجرايد العميله هذه، والبروباغندا نتاع بعض البسطاء مساكين اللي ما يفهموش، وبعض المشايخ اللي مرتبطين بالسلطان، تخوف الناس. حتى انه سئل مره ابن باديس، قالوا له ما هي الفتنه؟ لان كلمه الفتنه الان سمعوها كثير. ما هي الفتنه يا شيخ ابن باديس؟ قال هي الحاكم الجائر. الفتنه عرفها احد عظماء الامه الاسلاميه ككل، ولكن خاصه الشعب الجزائري، احد اكبر عظمائه هو عبد الحميد بن باديس، مما لا شك فيه، مع آخرين بطبيعة الحال، مع مصري الحاج ومع عربي بن مهيدي ومع عميروش ومع مما لا شك فيه، لكن ومع البشير الإبراهيمي. لكن عندما عرف ابن باديس الفتنة قال هي الحكم الجائر، وفي مقولة أخرى عنه أنه الحاكم الجائر. الحاكم الجائر هو الفتنة الحقيقية، هو اللي يفتن الناس عن حقوقهم، هو اللي ياخذ الناس حقوقهم، هو اللي يسجن الناس. انا نشوف واش راه يدير النظام السوري الان. طبعا ما يقوم به النظام السوري لا يساوي الا 1 في الألف مما قام به النظام الجزائري في التسعينات، والى حد الان ما زال يقوم بعض الاشياء. ما قام به النظام الليبي قريب جدا ما قام به النظام الليبي. هي ثورات عميقه نابعه من الشعوب نفسها، نابعه من الشعوب التي تحررت، نابعه من الشعوب اللي غيرت ما بنفسها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما هو التغيير اللي قامت به هذه الشعوب؟ كسرت حاجز الخوف، عرفت أن الحي، من يميت ومن يحيي هو الله وليس الحاكم. صحيح قد يقتلك، قد تموت، لكن وأنت تموت تحيي الآخرين. في سوريا كلما قتل هذا النظام من السوريين، كلما زاد من قتل السوريين، كلما اشتعلت الثورة. دماء الشهداء تشعل الثورات، أي أن هؤلاء الشهداء لا يموتون،
هم مش فقط أحياء عند ربهم يرزقون، هم أحياء عند ربهم يرزقون وهم يحيون أمة كاملة، شعب كامل. دائما تضحيات الشرفاء، تضحيات الشباب، تضحيات الثوار، تضحيات اللي كسروا حاجز الخوف تحيي تحيي شعوب. هذا عبر التاريخ، مش معروفة قصة الغلام في قصة شهيرة في رواها القرآن، اللي لما مات أحيا شعب كامل وآمن ذلك الشعب كامل وسقط الاستبداد اللي كان قائم آنذاك. هكذا إذن هذه الثورات برغم مهما كانت لها من تكاليف في نهاية المطاف تحيي شعب. لو انتصر الشعب الجزائري وماتوا مثلا منه 2000 أو 3000 أو 10000 أو 20000 في ثورة قادمة، يموتوا 20000، ما احنا ما قاعدين يموتوا 20000 غير في الطرقات. يعني في الجزائر يموت 5500 في السنة، واحدة من أكثر نسب في العالم في الطرقات، ويجرحوا أكثر من 50000. إذا ضفنا لهم اللي يموتوا بالانتحار واللي يموتوا في البحار واللي يموتوا في الجبال يموتوا أصلا. لكن تخيل أن هذا يموتوا باش تحيا شعب كامل، باش يسترجع حريته، باش يسترجع قوته، باش يسترجع عزته، باش يسترجع أمواله، باش يسترجع أراضيه، باش يسترجع حقه في القول نعم ولا لا، بس يسترجع في اختيار من يحكمه بالفعل، ويستطيع أن يسقط الحاكم كما يستطيع أن يوصل الحاكم، لأنه هو مصدر. Allez, je reviens vers vous. Allez, je m'arrête 10 000, c'est quoi franchement? Allez, un petit effort. Allez, je récapitule donc pour les catégories qui sont concernées. Ceux qui meurent sur les routes, donc vous, les 5500. Les blessés, 5500, donc il nous manque 4500 pour arriver donc aux 10 000 de Monsieur Zarbout, puisqu'il nous dit que 10 000, normalement ça devrait suffire. 5500, il nous manque 4500, donc je vous laisse choisir. Donc les blessés, ceux qui se suicident, ceux qui meurent noyés, les haragars, ceux qui meurent dans les montagnes, voilà. Donc il nous manque 4500. El Khawa, il y a un petit effort. Allez, انا على الشيطان شويه كوراج. هيا يا جماعه نخليكم على بروشان ان شاء الله. سالو، السلام عليكم.